مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم بحلقه جديده من اصداء الملاعب. طبعا يعني لسه مع انتهاء مباراه مصر والسنغال، وكنا بنتكلم ان ايا كانت النتيجه اللعيبه كانت رجاله على مدى المباريات اللي فاتت كلها، ويعني قدر الله ما شاء فعل الحقيقه. لكن تحليلنا للمباراه اللي كانت موجوده لسه من دقائق هيكون مع ضيوفنا مشرفينا النهارده. يعني انا صعب عليا الحقيقه ابدا بيميني ولا ابدا بكابتن اشرف الحقيقه. اتفضلي عدد كبير على طول. صحيح. طيب هبدا بكابتن اشرف الموجي، طبعا نجم نادي المنصوره ومنتخب مصر السابق. اهلا بك كابتن اهلا أشرف. بحضرتك، سعيد جدا بوجودي معاكي ومع كابتن عصام طبعا. حبيبي يا كابتن. كابتن عصام سعيد لاعب منتخب مصر العسكري ومدرب منتخب الامارات للشباب السابق، والحقيقه يعني عنده اكثر من تدريب لمنتخبات بره في مصر بشكل كبير، وداخل مصر هنا يمكن في الشرقيه اكتر. اهلا بيك كابتن عصام. ربنا يخليك يا كابتن سامح. اهلا بيك. خلوني ابدا معاكم الاول يعني اجمالا كده قبل ما نبدا باي تفصيلات. بشكل عام زعلانين النهارده طبعا اكيد على منتخب مصر، لكن عمل اللي عليه في المباراه. انا عايز اقول الاول هارد لك لكل الجماهير المصريه وكل الشعب المصري. عايز اقول لك والله انا كنت عايز منتخب مصر يكسب عشان حاجه واحده بس، تجمع الجمهور اللي حصل من سنين ما حصلش. تشوف الكافيهات، تشوف الشوارع، تشوف الناس طمعت اكتر. ولكن من قبل البطوله احنا كنا عارفين مستوى اللعيبه رجاله زي ما حضرتك قلتي، ادت على قدر المستطاع. النهارده يمكن حضرتك بتكلميني يمكن النهارده لك للكابتن حسام حسن، عشان برضه هتلاقي اقاويل كتير، والجماعه يوم اللي هم الخمسه سته المعدودين دول هيبداوا يشتغلوا تاني على السوشيال ميديا. وانا ما شفتش فيهم بصراحه على مسؤوليتي انا حد ناجح من اللي هم بيتكلموا. يعني حسام حسن وصل للوضع اللي كنا عايزينه، للمستوى اللي كنا عايزينه. ولكن انا اعتقد ان هو كان مقسم المباراه النهارده. يمكن بيدافع طول الماتش، بيحاول يلعب على كونتر اتاك زي ما عمل مع كوت ديفوار، مش ساعدته كتير. صلاح كان عليه ضغط، مرموش كان عليه ضغط زي ما حضرتك شفتي، فاولات كتير جدا ليهم. حاجه غريبه جدا، بقيت الاقي الحكم اي كوره للسنغال يصفر، اي كوره لمنتخب مصر مفيش، على الرغم من فاولات واضحه. اعتقد ان هو كان عايز يوصل للوقت الاضافي ويبدا يدفع باوراقه ويبدا يشتغل زي ما حصل في ال10 دقائق الاخيره. بس الوقت مش سعفه، فبقول هارد لك للجهاز الفني، هارد لك لكل الجماهير المصريه، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. ان شاء الله. كابتن اشرف، عجبك الماتش النهارده ولا شايفه؟ والله الحقيقه طبعا انا يعني طبعا زعلان زي كتير جدا من الشعب المصري، اكيد كله زعلان، لان احنا كان عندنا امل ان احنا نوصل على الاقل حتى على النهائي، وهم شدونا لكده، يعني خدونا ان احنا نوصل للنهائي وممكن ناخد البطوله، وكان عندنا امال لذلك. ولكن انا عايز اتكلم من الناحيه التكتيكيه بالنسبه للمباراه، ان يعني انا في تفوق بمنتهى الامانه، تفوق في كواليتي بالنسبه لتيم السنغال على تيم مصر، دي حقيقه. ودي اللي خلت حسام يلعب ضاغط، ويلعب بيقلل المساحات وبيقرب الخطوط، وبيحاول بقدر الامكان ان هو يوصل. واضح جدا الهدف في المباراه انه عاوز يوصل في النهايه الى انه يلعب اكسترا تايم وضربه جزاء. في نفس الوقت برضو عايز اقول ان مدرب السنغال كان عنده استراتيجيه، لانه اتعلم من اللي حصل مع تيم كوت ديفوار في قصه التحولات العكسيه لما بنقطع وبيحصل التحولات العكسيه السريعه اللي حصلت في مباراه كوت ديفوار، واللي حصلت في مباراه زيمبابوي، واللي حصلت في كل المباريات. لكن بقى عامل تمركز قوي جدا بالنسبه للمدافعين والاثنين نص الملعب بالتحديد، وكان واضح ان مفيش في تعليمات ان مفيش تقدم بالنسبه للمدافعين كتير عشان ما ينجرفوش وتتفتح المساحات اللي حصلت في تيم كوت ديفوار. فهو اتعلم من المباراه كويس قوي، وقدر الحقيقه ان هو يعني يحد من خطوره منتخب مصر بشكل كبير جدا. وواضح ان احنا ملناش فرص في المباراه، لا مرموش له دور، ولا صلاح، ولا امام عاشور، وبالتالي ما كانش لنا تواجد هجومي الا في الدقائق الاخيره لما جازف حسام وما عادش عنده حل غير انه هو يجازف بمصطفى محمد وبمحسن وبتريزيجيه من البدايه كمان وبزيزو. فاشتغل على يبقى في كثافه هجوميه من قدام، لكن طبعا قابلها تواجد وتمركز دفاعي من تيم السنغال عشان يحافظوا على المكسب، وده اللي حصل في النهايه. لكن عايز اقول برضو ان منتخب مصر ولاعيبه مصر ادت مباريات جيده جدا،
وعملت اللي عليها، واحنا وصلنا للمركز الرابع من ضمن افضل 4 فرق، وده ترتيبنا اللي موجود افريقيا، ان احنا رقم 4 بعد المغرب والسنغال ونيجيريا. وطبعا نفكر بقى بعد كده في كأس العالم، واستعدادنا لازم يكون اكتر من كده، ونتعلم من الدروس ان مش دايما النواحي الدفاعيه بتحقق الاهداف، لانها لا سلاح ذو حدين وفيها مخاطره كبيره. لان احنا سواء هي نجحت في ماتش كوت ديفوار، لكن مش شرط ان هي تنجح في مباراه السنغال ايضا، لان احنا لعبنا تقريبا بنفس الطريقه، لكننا طبعا كان في فرق. زي ما بقول، في نجاح، لازم اعترف ان في نجاح لمدرب السنغال انه قرا منتخب مصر كويس قوي وعمل حسابه كويس. تمام. كابتن، يعني كابتن اشرف دلوقتي بيقول انه يعني اللعيبه كانت رجاله وكل حاجه، بس ما كانش في تواجد هجومي لينا ولا باين لنا دور، وانه باين في الاخر. وحقيقي فعلا يمكن كنا بنتكلم قبل المباراه بنقول ان احنا ما شفناش حارس مرمى السنغال غير بعد يعني في الاواخر خلاص، يعني مرتين 3 لما كنت بقى شفته خلال المباراه. انت طول الوقت شايف هجمات عاليه جدا على الشناوي، ودايما بيتقال في الكوره لما بتفضل عمال تهاجم وما بتجيبش بتوصل بعد كده في الاخر وبتجيب. كابتن حسام حسن ما عملش حساب ده ليه قبل المباراه؟ هو انا عايز اقول لحضرتك على حاجه الاول. زي ما كابتن اشرف قال دلوقتي، طبعا الناس كانت مفكره ان ماتش السنغال هيبقى ماتش سهل، وان كوت ديفوار هو الفريق الاقوى، وده مش حقيقي. صحيح. كوت ديفوار عندهم كره سريعه جدا، بيلعبوا على اجناب، على ديالو، بيلعبوا على الطرف الشمال الثاني، ولكن كان عندهم ضعف شديد جدا في العمق. فريق السنغال بيختلف، لان فريق السنغال مهريا فريق عالي جدا وبيقدر يشتغل في مساحات صغيره. كابتن حسام حسن برضو ما خدش باله من النقطه دي. هو كان زي ما قلت لحضرتك عايز يوصل لاكسترا تايم ابعد مسافه، وبعدين يبدا يرمي بثقله. وهو مش بالضروره ان كل ماتش العب مدافع والعب على الكونتر انتاك ان انا اقدر اكسب. انا شايف صراحه كان في تحفظ كبير جدا من عندنا. انا شايف الثلاثه السرد باكات كانوا عاملين ماتش عالي جدا النهارده، ولكن النواحي باكين الطرف كانوا واخدين تعليمات ما يتقدموش، ودي كانت مشكله كبيره جدا. كان مقيدين، سواء احمد فتوح او محمد هاني ما شفتوش عدوا نص الملعب. يمكن لحد الدقيقه 70 كنت تلاقي الفرص السنغال ليها 3-4 فرص على المرمى، احنا 0. ما كانش في حاجه خالص، لان ما كانش فيه تواجد. كان لازم يكون في جرأه ان انا ادي على الاقل، انا ما بقولش اطير باكين الطرف، محمد هاني يشتغل شويه وريح فتوح يطلع كمان يشتغل. امام كان لازم يضم في القلب شويه، يعمل ثقل مع مرموش وصلاح. صلاح كان عليه رقابه، ولكن برضه صلاح انا شايف النهارده مجهد، مش هو صلاح. يعني الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار حضرتك كنت تلاقي خط الدفاع الاول لينا كان مرموش وصلاح، كانوا بينزلوا لحد قبل نص الملعب. صحيح. يقطعوا ويشتغلوا، كان لهم ثقل هجومي. يعني كنت بتلاقي امام عاشور كان بيتقدم، كنت بتلاقي تريزيجيه لما نزل كان مرموش، كان صلاح، كان بيطلع لعيبه من تحت. كان حتى الكور اللي بنضغط بيها كنت بتلاقي في ثقه اكتر من كده، وعدد كبير من المدافعين زي رامي ربيعه او ياسر ابراهيم كان بيطلع يكمل. النهارده انا ما شفتش الحته دي. هو السيناريو للاسف الشديد اللي لو كان عايز يوصل فيه للاكسترا تايم، انا برضو عايزه يستفاد من الدرس ده، ان انت كاس عالم عندك جاي، هتلاقي فرق كبيره جدا. لو لعبت بالطريقه دي برضو وخسرنا الماتش على جول او جولين، هنبقى لا لعبنا، اقصد الشكل الجمالي الهجومي، ولا خدنا حاجه من المباراه. اتمنى ان احنا يكون عندنا جرأه نتعلم منها، يكون في بدر شويه. انا اعتقد المنتخب المصري عنده من الامكانيات اللي كان يقدر. أيوة. يعني في ناس كتير جدا تقول لك لو فضل مقفل، لو فتحنا المساحات هتلاقي فيه فراغات كتير. لا بالعكس، لان ساديو ماني برضو زي ما بنقول على صلاح ادى اللي عليه، عشان نكون عارفين. انا عايز اقول لك على حاجه كمان يا كابتن، عشان الناس اللي بتتكلم ماتش النهارده انا مع حضرتك، كان لازم يغامر في الثلث ساعه على الاقل الاخيره، مش مدافعين. لكن لو حسبتيها احنا كنا مع كوبر على بطوله الافريقيه كامله مسجلين 5 اهداف وجاي فيه 3 اهداف. مع كيروش سجلنا 4 اهداف بس ودخل فينا هدفين. انت مسجله لحد الماتش بتاع النهارده 9 اهداف. فعندك جرأه هجوميه تقدري تسجلي. كنت محتاج منه ان هو الثلث ساعه الاخيره خلاص خدنا اللي احنا عايزينه من الشوط الاولاني، ابدا يبقى عندي جرأه شويه، لان برضو الوقت الاضافي برضو ما كنتش تضمني. السنغال مريح قبلك بيوم، انت مسافره منقوله الملعب تاني، ملعبه هو حافظه، كان ممكن يكون الافضليه البدنيه ليه. حتى ركلات الجزاء
متساويه زي ما عارفه. اذا عندك الشناوي وعندك مصطفى شبير هينزل، عندك مندي حارس كبير برضه موجود، فكان لازم يكون عندك جرأه بدري شويه في الشوط الثاني. بالظبط. كابتن اشرف، انت يعني لسه قايل لي وبرضه يمكن الكابتن عصام توافق مع حضرتك فيها، انه كابتن حسام حسن شويه كان مايل لانه هيبقى عنده وقت اضافي وممكن يصل الى ضربات الجزاء. حضرتك قلت كده وبرضه كابتن عصام وافق عليها. طب ليه ما عملش فكره ان احنا في الدقيقه الرابعه في مباراه كوت ديفوار كنا جايبين ومهدفين وعلى طول الهدف الثاني وراها، فاللي هو ليه ما فكرش كده؟ يعني اشمعنى المباراه دي اللي فكر فيها انه ممكن يروح لضربات الجزاء؟ والله احنا يعني ممكن نخش جوه دماغ حسام شويه ونفكر برضه. السؤال جميل قوي بصراحه، وانا كنت محضر حاجات اقولها، لكن هرد على حضرتك في اللي انت بتقوليه. احتمال كبير جدا هو كمدير فني نجح لما قفل الخطوط ولما ضيق المساحات ولما ضغط ولما كثف النواحي الدفاعيه ومنع السرعات اللي بتيجي، لان انت عارف افريقيا بتتميز كل لاعبيها تقريبا بالسرعات، بيجي من الاطراف طبعا ومن العمق، هو كل شغله من الجناحين سواء المان انداي او ساديو ماني او حتى البديل اللي كان نازل اسماعيل يسار او غيرهم، يعني متميزين زي ما حضرتك بتقولي بان هم بيفتحوا بيعملوا ستريتش للملعب، فالملعب بيتفتح وبيقدروا ان هم يخترقوا من الاجناب. عشان كده هو حس بان في ضغط عالي جدا حصل بالنسبه لفتوح فبادله بتريزيجيه، وكان واضح ان تريزيجيه واخد تعليمات على انه هيشتغل مدافع وليس له النسبه الهجوميه عنده مش هتبقى كبيره، مش يعني يعمل بالانس بمعنى اصح. لكن في نفس الوقت زي ما بقول المدرب لما بينجح وبيجتاز مرحله كبيره من المباريات وفرق كبيره زي كوت ديفوار وزي بنين وزي الفرق دي كلها وقدر ان هو يوصل لدور الاربعه، بيبقى عنده امل ان الطريقه بتاعته تستمر، وهي دي الغلطه زي ما بقول الوحيده. اللي كان لازم استراتيجيه الاداء تختلف تماما واسلوب اللعب يختلف، لان طريقه اللعب بتاعه السنغال تختلف. وفي حته كمان مهمه جدا عايز اتكلم فيها ودي يعني خطيره برضو بعض الناس مش واخده بالها منها، ان احنا لعبنا اقوى الفرق الفتره اللي فاتت دي في المجمع البسيط من الوقت، وده بالنسبه للاعب المصري بيحتاج اللعيب يبقى الوفره، عندي وفره من اللعيبه المحترفه اللي متحمله انها تلعب كل يومين 3-4 ايام، ويبقى عنده القدره العضليه انه يقدر يستحمل الضغط المباريات الكبير ده. برضه انا مش بدي حجج، ولكن دي حقيقه. اللاعب المحترف له قدرات عاليه وله نسبه كبيره جدا في التحمل، دي حاجه. الحاجه الثالثه ثقافه اللعيب في اثناء المباراه واضحه جدا من خلال متابعتي للمباراه، ان احنا فقدنا السكند بول طول المباراه بنسبه بتاع 90%. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه برضو الاكثر اهميه غير السكند بول ان احنا ما كناش بنقدر نستطيع ان احنا نقطع الكوره من اقرب نقطه، وده اللي كان بيعتمد عليه السنغال، اللي هي ان انا وانا بعمل هجمه هو واخد نسبه كبيره جدا واخد حذر كبير جدا في المباريات السابقه اللي كسب فيها مصر، ان الكوره لما بتتقطع وهو بيهاجم، اي تيم بيهاجم مصر تتقطع الكوره بتبقى في فراغات ومساحات كبيره جدا، لان معروف ان في نظريه معروفه جدا ان انت لو قدرت تقطع في اقل زمن بيدي لك اكبر قدر من المساحه. ودي نسبه معروفه، يعني نسبه يعني عكسيه، نسبه عكسيه. بالتالي هو كان بينهي الهجمات، كان بيعتمد على انه ينهي الهجمه. عشان كده حتى في الجون الكره الشاطت حصل سكند بول، لقى لعيب تاني على طول متابع وسدد في التوقيت اللي ما قدرش فيه ياسر ابراهيم ان هو يضغط ويقطع. فكان واضح ان المبادره دايما عنده واخد تعليمات زي ما بقول ان اللعيبه، او يبدو كمان غير المدرب بقى، ان دي ثقافه زي ما بقول لعيبه ودي خبرات لعيبه وقدرات لعيبه، فانا ما اقدرش اتدخل في القدرات في توقيت معين. عشان كده واضح ان في الدقيقه 75 الكلام اللي انا بقوله واضح ان تيم مصر واضح ان بدا النواحي البدنيه تقل. عشان كده واضحه جدا. وعشان كده انا بقول ان التغييرات كانت لازم تبقى مش لعيب بس، كان لازم يحصل روتيشن ويخش اكتر من 3-4 لعيبه عشان يقدروا يعيدوا حيويه التيم مره ثانيه ويدخلني مره ثانيه في الجيم حسام، وده كان مهم جدا. هاخد راي حضرتك في السكند بول وفي موضوع يعني قطع الهجمه، وانه كان لازم فعلا يحصل روتيشن او مجموعه تخش مع بعضها فتبقى عندها القدره، غير ما دخلت مصطفى محمد مع ناس خلاص بتقع بدنيا. احنا كان عندنا مشكله كبيره النهارده في نص الملعب. ماتش كوت ديفوار كنت شايف امام عاشور وحمدي فتحي كانوا فايقين عالي. النهارده ما كنتش شايف الموضوع ده، كان في دروب كبير للي اتفرج على الماتش كويس قوي. امام جري كتير لكن التحركات مش زي ماتش كوت ديفوار،
هو حمدي فتحي كانوا ماسكين نص الملعب، فبالتالي كانوا عاملين ثقه للناس اللي بتيجي من تحت. لكن بالنسبه للتغييره اللي اتعملت هي كانت سلاح ذو حدين. حسام حسن كان عايز يحط تريزيجيه عشان ينقله من المنطقه الخلفيه للمنطقه الاماميه بسرعه، يعملوا ثقل مع صلاح ومرموش. انا كنت ضد التغييره دي لانها كانت بدري قوي. انا كان نفسي انا في الوقت ده اغامر المره دي، انزل مرموش مكانه ناحيه الشمال تغييره، وانزل وانا هعمل التغييره دي لا مصطفى محمد اللي يكون قدام، والاثنين السردباك اللي هم بتوع نص الملعب حد يقفل الناحيه دي، لان انا لازم ان انا اوصل للنص الثاني. انا مضغوط طول المباراه، وضغطتي طول المباراه القلب نص الملعب كان عامل لي مشكله. يعني كمان النقطه الكابتن اشرف كان بيتكلم فيها اللي جه الجول، الف دي ما تيجي تعلمها حد حضرتك، كره بتبقى مرتده او متشاطه او مرتده لازم يكون على ال 18 حد من الديفندرين الموجودين. ان ساندي ماني بالسهوله دي وحطها بالسهوله دي ويركنها بالسهوله دي وكل واقف، هل كانوا واقفين على اساس في لمس يد؟ يبقى ديت مشكله كبيره اكتر، ان انا لعيب الكوره بيفضل يلعب على الصفاره لاخر لحظه موجوده. فهي النقطه دي. لكن حته فعلا سكند بول احنا فقدناها كتير جدا النهارده، مش زي ماتش كوت ديفوار كنا بناخد الكره الاولى كمان قبل الثانيه وكنا بنشتغل على الارض. انا النهارده ما كنتش شايف شغل على الارض خاصه في الثلث الثاني، احنا ما وصلناش تقريبا نص الملعب او بعد نص الملعب كتير. صحيح ناحيه تكتيكيه كبيره، بس انا ما اقدرش العب 90 دقيقه بالوقت ده مع فرقه مستواها كبير. لكن اللي عايز اقوله لحضرتك كمان يا في عندنا مشكله كبيره جدا. حتى لو خدنا بطوله الامم الافريقيه لازم نرجع لورا تاني. كابتن اشرف قال لك حته مهمه، حته التخطيط. حتى لو المغرب ما خدش البطوله، المغرب بيخطط كويس قوي من ناشئين، ماشي كويس قوي، عنده عدد كبير من المحترفين وما زال بيطلع. احنا عندنا اللعيب اللي بيطلع بره باستثناء صلاح او مرموش بيطلع شهرين ثلاثه عشان يرجع جري على الاهلي والزمالك، ياخد له مبلغ ويقعد في مصر. فانت لابد يكون عندك عدد كبير من المحترفين ويسال عنه اتحاد الكره رقم 1، الانديه رقم 2، لازم نسمح للولاد الصغيرين دول يطلعوا اللي هم عندهم 17 و18 سنه يطلعوا، لان دي هتفرق معانا كتير جدا. اللعيب اللي بيبقى يعني بص شوفي جاكسون بيلعب فين، نيكولاي حتى لو تبص لساديو ماني ده مش ساديو ماني اللي كان في اللي كان في ليفربول، قال بنسبه يمكن 50%. فاذا عامل السن وعامل الدوري، مع احترامي كمان للدوري السعودي المليء بالمحترفين، لا اللعيبه اللي بتلعب بره اتفرجي على في تشيلسي والاماكن دي، في ثقه في التمرير، في ثقه في التحرك، في ثقه حتى وقفته. انت يمكن عوضت كتير جدا النواحي اللي اتعوضت غير النواحي التكتيكيه، حته القلب، حته الروح، الحماس رجع كتير جدا لمصر. ولكن الكره الثانيه بقى ما بقطع الكره بتصرف ازاي؟ كان تصرفي النهارده كلها مس باص مقطوعه ما بيستلمش. هم عرفوا يتفرجوا على مباراه كوت ديفوار كويس قوي. كابتن حسام كان لازم يغير الاستراتيجيه الماتش ده، لان هم عرفوا ان مرموش وصلاح نقط الخطوره بالنسبه لمصر. فكان صلاح بيمسك تلاقي واحد وراه وخطوتين، مرموش بيمسك بتلاقي اثنين ضاغطين عليه، وعمل فاولات كتير جدا. في وقت من الاوقات كان 3 عمل فاولات كتير جدا، وفي فاولات كتير جدا تغاضى عنها الحكم، لكن فاولات صحيحه، كان في ايد وكان في ضغط. فلازم نرجع برضو تاني عشان برضو ما نظلمش والناس ما تتكلمش. النهارده هتلاقي بقى الجماعه اللي بيحبوا يطلعوا ترند اللي هم معروفين دول، وانا من خلال حضرتك برضو كل مره انا في كل حلقه كده لازم اقول حاجه. يوم الاسوره انا اللي فتحتها الاول وحاجات كتيره جدا. انا برضو عايز الهيئه الوطنيه للاعلام او اي حد من الدوله من فوق يكون مسؤول عن الصفحات اللي بتتعمل دي، لان بقت العمليه النهارده سيبه النهارده نقعد بقى نقعد الاعلاميين المقتدرين زي حضرتك، وكل واحد عنده صفحه النهارده فاكر نفسه اعلامي وبيتكلم على انه اعلامي وعايز يعمل ترند والوان ابيض واحمر واسود، وده كلام بيعمل فتن في مصر. صحيح. في جو الشباب اللي موجود دلوقتي في مصر اللي هو جيل الثانويه العامه والحاجات ده، العمليه خربانه اصلا. محتاجه يكون في قدوه، محتاجه يكون في حد كبير رقابة في الرياضه المصريه ورقابه تغير الوجهه دي تاني. فتحت كام موضوع كده لازم هنتكلم فيهم، بس بعد ما نخلص موضوع المباراه، لانه كلنا لما زعلانين النهارده كلنا عمالين نسال نفسنا طب هو ايه سبب الهزيمه؟
طب هو مش المنتخب دوت اللي لعب مع بنين وخرج لعب كوت مع كوت ديفوار ديفوار وغلب جنوب أفريقيا. افريقيا اللي احنا كنا بنقول ان طبعاً احنا فرقة هنتغلب كبيرة، منها؟ ده فرقة حقيقي. كبيرة، فرقة كبيرة، صحيح، فرقة كنا بنقول عليها ان احنا هنتغلب منها، واللي كسب زيمبابوي 2 وكل مره صلاح بيجيب لنا الهدف الثالث، فيعني عارفين ان ده اللي بيخلص في الاخر وبيزود الاهداف، ولا مره دخلنا وصلنا لحته ان احنا نلعب ضربات جزاء ولا حاجات زي ما كيروش كان عملها قبل كده اشتغل في اخر كده، افريقيا، وكانت مشكله كبيره، كنا كل مره بنلعب مباراه 120 دقيقه. حصل. يعني ده 3 كان مرات. الحقيقي. فعمالين نسال نفسنا السؤال ده، وهساله برضه لحضرتك، ايه سبب الهزيمه النهارده؟ ليه كنا تايهين؟ ليه يعني استسهلنا السنغال عن كوت ديفوار اللي احنا اصلا كان كل مره عندنا مشكله معاها السنغال؟ يعني كنا بنقولها بلغه الكوره كده، كعبهم عالي علينا، ولما كسبناهم مره واحده وخسرنا منهم 3 مرات. ليه؟ دعينا اقول ليه لك استسهلنا؟ استاذ سماح، في مباريات لا تتحمل انخفاض المستوى لبعض اللاعبين، عشان نكون بس ايه واضحين في الكلام. بمعنى النهارده لما يكون انا عندي لعيب نجم بحجم محمد صلاح او نجم بحجم مرموش، واضيف اليه كمان انه بدأ يخش في الفورمه امام عاشور الى حد ما، هؤلاء اللاعبين لما انا النهارده بعتمد عليهم اعتماد كلي على ان هم اللي بيدوني الكثافه الهجوميه، هم اللي بيدوني ان بينقلوني في ملعب الخصم وبيديني القدره الهجوميه وبيجيبوا تيمي بيريحوه. يعني صلاح الماتش اللي فات كان بيلعب دور كبير جدا في انه بياخد اوتات وبياخد فاولات وبيعمل اسيستات وبينقلني في ملعب الخصم. مرموش نفس الحكايه. هجيب لك بعض الحاجات اللي هتربطك بالسؤال الجميل جدا اللي انت سالتيه، ان الانديفيدوال ده كان مهم جدا في تيم مصر بالتحديد. مصر بالتحديد بتعتمد على الشغل الفردي في بعض الاوقات اكتر من اللعب الجماعي. صحيح، المهارات. فلو شفت الجون بتاع زيمبابوي الاولاني، شوف بسترجع الذاكره بتاعتي، هلاقي ان مرموش خد الكوره وتوغل داخل ال 18 لوحده، لا جمله اتعملت ولا حد عمل باص، وقدر يرقص ويفوت ويدخل في وسط 5 6 وراح شايط جول. فده برضه شغل فردي. النهارده لما الاقي مرموش نازل واضح جدا نازل مش قادر بصراحه، مش هي نفس الخطوات، مش نفس السرعات اللي بيأديها مرموش. ليه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو بقى واضح جدا ان الجهد اللي هو بذله الفردي خلال ال5 6 مباريات اللي لعبهم اللي فاتوا اثروا عليه جدا النهارده في المباراه دي، واضح جدا. ومصر لو كانت لعبت النهائي كان برضو نفس القصه، هتجد نفس هذا المستوى. في حين لما شفت تيم السنغال ولا اكنه لسه بادئ المباراه، الدقيقه الاولى كما هي الدقيقه الاخيره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ودي نقطه مهمه جدا زي ما بقول عليها، لو بصيتي على كولوبالي من بدايه المباراه وجنبيه نيكاتيه، وبعد كده خرج كولوبالي ونزل مامادو سار ومع مالك حاج ضيوف، زي ما قال الكابتن عصام، كان في مراقبه كويسه جدا لصلاح، مش مراقبه بفرد، ده كان في ضغط ثنائي وضغط ثلاثي على الاثنين. فتحدد مصر يعني زي ما بقول كده باللغه الدارجه اتمسكت منين؟ من الزور. صلاح مش قادر، هو ده كان نفس بتاخده تقدر تتنفس من خلاله، الرئه الثانيه بتاعتك مرموش ممسوك، وفي التزام دفاعي من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره بالاثنين بمنتهى القوه وبمنتهى القسوه وبمنتهى الالتحامات. يعني اكتسبوا كل الالتحامات الارضيه ولا هوائيه كلها خدها تيم السنغال في المباراه. فطبعا انت ما عادش لك تواجد هجومي، فبقيت تلعب نص تيم بيشتغل دفاعيا فقط على امل ان تمر الدقائق وتنتهي المباراه على هذا الحال. فلم يعد لك اي تواجد هجومي نهائيا. بالتالي احنا زي ما حضرتك قلتي مندي، يعني لو وضعنا نفسنا في الرؤية لم نراه إلا دقائق قليلة جدا في نهاية المباراة. صحيح. ولكن في الدقيقة 57 اختبر الشناوي في أول تسديدة في المباراة كلها، لأن احنا كنا عاملين حزام للمباراة. اختبر أكثر من مرة الحقيقة. ده أول اختبار. أول اختبار في الدقيقة 57. تمام. أنا كاتبها حتى. الدقيقة 57 كان أول تسديدة في المباراة لامين كباتيه. لكن في نفس الوقت لو أنا بصيت للمباراة هاجد برضو زي ما بقول في انخفاض المستوى راجع للمعدل البدني للتيم. معدله سقط فعلا ووقع، بالتالي عدم القدرة على الحضور الذهني ما عادش موجود. احنا كنا مميزين ب4 حاجات: حضورنا الذهني عالي جدا، حضورنا النفسي كان عالي جدا،
حضورنا البدني عالي جدا، حضورنا التكتيكي اصبح محدود على الشق الدفاعي فقط. فلم يعد لنا زي ما بقول اي نقطه هجوميه لينا او اي شكل هجومي كبير لينا. وكمان التحولات العكسيه زي ما بقول لك، التمركز السنغالي اليوم هو الذي يكسب المباراه، هذا هو عنوان المباراه. تمركز دفاع ولاعبي خط وسط السنغال هم العنصر الرئيسي، لانهم اشتغلوا بوكس تو بوكس طوال المباراه بمنتهى هنرجع لنفس الجمل اللي دايما بنقولها في لغه الكوره، اللي مسك وسط الملعب هو اللي قدر انه يكسب. صحيح، ده دايما بنقوله، لانه اللي مسك وسط الملعب ده عارف ينقل من الدفاع للهجوم بسرعه شديده جدا. الكابتن بيتكلم عن انه احنا طول الوقت معتمدين على مهارات فرديه في صلاح ومرموش. انا بس برجع بالذاكره كده شويه، فبفتكر انه كان كابتن حسن شحاته ما بيغيرش التشكيل، ما بيضيفش حاجه في 6 و8 و10 الثلاث بطولات اللي خدناهم، لاني كنت ببقى معاهم. فانا كل مره كانت بتسال على التشكيل كنت ببقى صماه. يعني قليل قوي لما لقيت مثلا ما بداش كده في مباراه باحمد حسن، بدا قليل جدا لما كان بيحصل ده. فدايما كان بيبقى ثابت على تشكيله، وهو ثابت على تشكيله كل مره كان المستوى بيعلى مع البطوله. يعني بنشوفهم في دور المجموعات مختلفين، وبعد كده بنشوفهم اسود بقى في بقيه الادوار الثانيه اكتر. يعني دي كانت حاجه لو حضرتك عايز تتكلم عليها تمام. لكن سؤالي الاساسي انه صلاح ومرموش طول الوقت كانوا بيبقوا ممسوكين. لو جينا كده رجعنا لمباراه زيمبابوي، فالاثنين كانوا ممسوكين جامد جدا، وصلاح فضل لغايه اخر دقيقه لما عرف يفك من الرقابه عشان يجيب لنا الجول في الدقيقه 90 في مباراه زيمبابوي. لكن هو مرموش اللي ما كانش في مكانه الاول. اول ما مرموش راح مكانه في الشمال هدف على طول وقدر ان هو يجيب الجول. اذا انا كمدير فني فانا عارف طول الوقت ان انا اي حد بينزل بيركز على الاثنين دول، وخصوصا بقى لما هلعب مع السنغال وساديو ماني عارف صلاح كويس جدا، فاكيد المدير الفني حاجات كتيره، فعارف ان انا هيمسك صلاح وهيمسك مرموش. يبقى انا كان لازم وانا بعمل ده بحط حلول تانية. فعلا. انا ما لبستش شورت وفانيلا، وبالتالي انا بحاسب شويه على سؤالي، لانه حضراتكم احسن مني واقدر مني في ده. انا كمدير فني عارف ان انا هيتمسك مني الاثنين دول، اذا انا عارف ان دول هيروح معاهم لعيبه ودول هيروح معاهم لعيبه، فانا عندي حلول تانية اجيب بيها الجول. قبل ما اتكلم على الحلول عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا قالها الكابتن اشرف بالنسبه لزيمبابوي. كواليتي زيمبابوي كخط ظهر يختلف تماما غير كواليتي السنغال. صحيح. كواليتي السنغال خط الظهر بتاعهم بطيء، لكن لعيبه كوره كبار. غير كوت ديفوار. كوت ديفوار خط ظهر سريع جدا لكن كتب قليله. الناس كلها كانت بتتكلم على كوليبالي. الكلام اللي عايز اقوله لحضرتك قلت حته مهمه جدا. هل استسهلنا؟ ايوه استسهلنا، لان انا شايف مباراه كوت ديفوار كان لها استعداد اقوى من كده. كنت بتبص تلاقي امام عاشور حسبها قوي ناحيه اليمين. شوفي كام مره امام عاشور عدى نص الملعب ورجع دافع. النهارده اتفرجي على امام متقوقع في نص الملعب بس موجود. ليه؟ لان كابتن حسام وقف محمد هاني ووقف احمد فتوح. النقطه الثانيه بالنسبه لمرموش، يعني قراءه بقت باينه جدا، وقلنا فرق بين الكواليتي. ممكن نحط واحد ورا واحد، مش 3 4 بيضغطوا عليه. خلاص دي لعيبه كبار وعارفه يعمل خطوات بينه وبين صلاح عشان يعمل مسافه. مرموش بيضغط، واحد بيضغط. المرموش ماتش كوت ديفوار عمل جهد بدني غير طبيعي طبعا، عرضي وطولي وتحت وسجل. انا كان نفسي حته التنوع الخططي مع الكابتن حسام حسن. بمعنى النهارده انا وقفت فتوح ووقفت محمد هاني. مرموش لو رجع لمركزه النهارده كناحيه الشمال، حتى لو عمل لي 3 4 مشاوير من اللي بيعملهم بيعرف يشتغل على الخط كويس قوي، دي حتته. طب كنت احط مصطفى النهارده بحطه، حط مصطفى على الاقل. لو الفينش بتاع مصطفى وحش، عنده الناحيه البدنيه والهيدرز ولعيب جاهز ومريح بقى له فتره كبيره جدا، كان هيديني. وما احب اغيره واغير التكتيك تاني كنت اغيره مع الشوط الثاني او مع الوقت الاضافي اللي كنا وصلنا وقت اضافي. وخليني اضيف بس حاجه وحضرتك تكمل كلامك، انه حتى مصطفى وهو نازل ما كانش مبسوط، باينه. ما هو عشان بينزل وقت قليل يعني ما بيلحقش. صحيح. انت منزلني امتى؟ انا عايز اقول حته كده صغيره خالص وهخليك تكمل يا كابتن عصام في حته مصطفى محمد طبعا لعيب كبير ومهاجم مهم جدا وراجل محترف، لكن بس هرد الحته الصغيره دي واقول ان مصطفى محمد لازم ينزل زعلان وغضبان، لان هو لعب في المباراه ما يقرب من حوالي 50 دقيقه. فلما يبقى لعيب بهذا الحجم وراجل هداف نانتو وراجل له قيمه، وبالنسبه للبطوله دي هتبقى يعني
نظره تسويقيه كبيره جدا طبعا. بالنسبه له لما يختفي بهذا الشكل وبعدين تيجي تحتاجه اخر 10 دقائق لازم ينزل غضبان. اتفضل يا كابتن عصام. ده حقيقه اي لعيب كوره عايز يلعب من الاول، خاصه لسه بنتكلم عن المحترفين وثقه المحترفين. لما يكون عندي 3 لعيبه، يمكن الدعابه اللي قالها محمد صلاح في التصريح اللي قاله، قال احنا 3/4 لعيب، لان صلاح حس نفسه ان هو مش هو كده بيهزر، وفي نفس الوقت عايز يرضي كابتن حسام وعايز يرضي مصطفى محمد، لان هو ما بيلعبش الفتره الاخيره صلاح بالفعل، ومرموش ما بيلعبش اساسي برضه الفتره اللي فاتت. فقال لك اذا الكابتن حسام قال حسام ما بيلعبش، احنا ما بنلعبش، بقينا 3/4، كل واحد فينا ربع بقينا 3/4. فعايز اقول لحضرتك ان الواحد بيستنشق لعيب محترف، ويبقى عندي لعيب زي مصطفى محمد برضه بثقله وبقوته وبسرعاته وبالتحضيرات بتاعته. انا وجهه نظري كان لازم يبدا واثبت باكين الطرف زي ما انا قلت، بس هيبقى عندي هافين بيشتغلوا. انما انا النهارده انا قتلت مرموش ممسوك، صلاح ممسوك، ومثبت باكين الطرف، لعيبه نص الملعب. انا بقول لحضرتك ما كانش التحرك الامثل النهارده. انا ما اعرفش ليه، حتى ماتش كوت ديفوار بيلعبوا كوره على جناب كنا بنقطع وكنا بنوصل الجول وكنا بنروح، كان في تحفظ اكتر من لازم. انا وجهه نظري هو سيناريو حطه كابتن حسام، واعتقد ان انت لو رجعت له بعد كده هيقعد مع نفسه النهارده هيندم عليه كتير جدا، لان كان لازم يكون عندي حته المبادره، خاصه ان عندي لعيبه تقدر تنقلني وعندي لعيبه كويسه زي يمكن امام فاق، لكن مش هو امام عاشور برضه. امام عاشور لو واقف على رجليه بنسبه 100% وسليم بنسبه 100%، صحيح. انا اعتقد كان فرق معاك كتير جدا. وكان مرموش على الاطراف، هو وصلاح كانوا بيشتغلوا. مصطفى محمد لو موجود كان خفف الضغط على مرموش وعلى صلاح، كنا نقدر نوصل. المباراه دي تسمحي لي طبعا اتكلم بعد اذنك. اتفضل. المباراه دي الحقيقه انا يعني تبادر الى ذهني خاطر مهم جدا، ان احنا كل المباريات اللي لعبناها اشتغلنا بدون عمق هجومي، يعني ملناش راس حربه 9 صريح، بنلعب بناس جايه من تحت. طبعا. اوكي. المباراه دي بالتحديد بس كانت بتنجح ليه؟ لان كانت السردباكات بتنغمر في التقدم مع لاعبي خط الوسط، فبتفتح لنا مساحات، فبتوصل كمان. طبعا. في النوبادي بقى انت عندك 2 متمركزين، سواء كلوبالي من بدايه المباراه ومعاه نيكاتيه، او اللي نزل بعد كده ماماد سار. الناس دي ما اتحركتش، يعني ما خدوش خطوات في منطقه الحمايه من ال 18 لغايه نص الملعب، ومعاهم كمان مالك حد ضيوف نفس الحكايه، راقب صلاح من ناحيه الشمال ومتمركز في المنطقه دي. مهما حدث من هجوم بالنسبه لتيم او كثافات هجوميه بالنسبه لتيم السنغال ما بيتقدمش. فكان مهم جدا ان يبقى لازم يكون ليه عمق هجومي فيها، زي ما قال الكابتن عصام، لابد ان يكون ليه عمق هجومي، لازم يكون ليه مهاجم صريح. حتى لو كان اسامه فيصل مش مشكله، انت زعلان من مصطفى محمد ومش مقتنع ان هو ربع محترف وان هو راجل ما بيكسبكش ما بيجيبلكش جون، كان اسامه فيصل اللي انت مقتنع بيه وبتحبه جدا لابد ان يكون له دور. بس المشكله ان انت كحسام، اللي انا بحبه جدا طبعا وبقول له كتر خيرك على اللي انت عملته طبعا، يعني وبثمن كل اللي انت اشتغلت عليه، لكن في نفس الوقت كان لازم فكري هنا يشتغل ولازم استراتيجيتي في المباراه، لان انا لازم اقرا المباراه. الكوتش بعد ربع ساعه نص ساعه لازم اقرا المباراه ولازم احس بالتيم بتاعي ومين الخطوط، مين اللعيب اللي معايا اللي انزل اللي اقدر انزله. انا واخد معايا 25 لعيب، مين اللعيب اللي اقدر انزله يطور لي الاداء ويغير لي من شكل المباراه ويساعدني على ان هو يكمل لي شغلي. فكان مهم جدا ان انت تغير استراتيجيه المباراه. كمان انت لازم، ما جبناش سيره زيزو برضه ما لعبش كتير، ما خدش كتير وقت كتير. فانت برضه عندك ناس كانت تقدر ان هي تغير لك من استراتيجيه المباراه وتطور لك من الاداء. طب احنا في المباراه دي بصفه عامه هناك فرق ان اكون فعل وان اكون رد فعل. انا من اول دقيقه وحضرتك بتتفرجي وكلنا اتفرجنا مع بعض، احنا رد فعل بس، لكن ما عملناش فعل. السنغال هو الفعل، احنا بس رد فعل للاسف الشديد. طوال المباراه اخر 10 دقائق بقينا فعل، وبالتالي وجدنا السنغال انسحب الى منطقه الدفاع وتراجع تماما للحفاظ على المرمى، لانه وجد ان في كثافه هجوميه. تريزيه عمل جبهه وده مهم جدا مع زيزو من ناحيه الشمال، صلاح من ناحيه اليمين، وهاني راح له، بقت جبهه، بقى لنا جبهات، بقى لنا شكل هجومي كبير. عشان كده حسينا بالشكل الهجومي بتاعنا وكثافتنا الهجوميه. صحيح. ده هيخليني اقول لحضرتك، لانه الزملاء بره بيشوفوا طبعا السوشيال ميديا، المواقع بدات تكتب، فبيقولوا لي العنوان الرئيسي عند الناس كلها دلوقتي ان اللعيبه ما لعبتش.
ده حقيقه انا قلت لحضرتك قبل اي حاجه ان امام عاشور كان فيه دروب كبير جدا، حمدي فتحي كان فيه دروب كبير جدا، محمد هاني ما كانش في الملعب النهارده، حتى اشتغلوا ناحيته كتير جدا، واللي شال محمد هاني النهارده هو واحد بس اللي بشيد بيه النهارده بصراحه، مع ان انا مش كنت مقتنع بمستوى زمان، حسام عبد المجيد. حسام عمل ماتش كبير النهارده، يمكن من افضل اثنين في خط الظهر حسام وياسر ابراهيم، من افضل اثنين، قفل بشكل كبير جدا. ماتش النهارده بيفكرني بايام كوبر لما وصلنا في البطوله الافريقيه، ولكن كان في فرق. ايه هو الفرق بقى؟ كنا بندافع بنفس الطريقه، ولكن الكلام ده كان امتى؟ 2018. كان فرق النهارده من مدافع 26 أستاذ. يعني كام؟ 8 سنين. فعلا. كان صلاح غير صلاح، سرعات صلاح طبعا غير صلاح دلوقتي. فكان كوبر كل الكور كان بيقفل بنفس الوضع، وكانت بتترمي لصلاح، وصلاح بيروح بسرعاته. رجعي بس الشريط لورا هتلاقي نفس الوضع كان بيحصل بنفس الوضع، ولكن فعلا اللعيبه كان في دروب كبير جدا، وكان لازم على كابتن حسام يغير الاستراتيجيه الموجوده بتاعته. كان لازم زي ما احنا قلنا كده يتلعب راس حربه صريح ايا كان مين هو، مرموش يلعب في حتته، الناس تيجي من تحت، تبديلات تكون موجوده، ومش بالضروره. يعني انا شايف فتوح باك ليفت او محمد هاني باك ليفت، احنا ممكن نطور في الموضوع ده برضه. ليه المشكله لو عندي اجهاد في اللعيبه دي الاعب واحد في الحته دي؟ زيزو ممكن يلعب في الحته دي، امام عاشور ممكن يلعب باك رايت، ممكن يلعب باك رايت وينقل الناحيه دي لما يبقى فايق. فبالفعل قال لك عليه كلام انا قلناه قبل كده، قبل ما هم يقولوا الاخوه الموجودين، احنا قلنا كان في دروب كبير جدا في نص الملعب، ونص الملعب هو الاساس. وحضرتك قلتي، بس حضرتك قلتي حته كويسه على مسؤوليه الشخصيه اللي هي ايام الكابتن حسن شحاته. كواليتي بيختلف تماما، صحيح، سواء من منتخب السنغال او الفرقه الافريقيه او احنا. يعني على سبيل المثال النهارده كابتن حسام حسن من خوفه من الاثنين السردباكين بدا يرمي حمدي فتحي وبدا يرمي حسام عبد المجيد. لا كنت فرجي وائل جمعه لوحده، يلعب عليه دروجبا، يلعب عليه ايتو، يلعب عليه اتخن لعيب في العالم. كان وائل عارف بيعمل ايه وبيتحرك ازاي. سردباك وانت عارف برضه يا كابتن الكور اللي فوق والكور اللي تحت. بص نص الملعب، هل كواليتي حسني عبد ربه زي الموجوده؟ ده كفايه 3 كان شوقي واحمد حسن وتريكه، شوقي واحمد حسن وكمان محمد ابو تريكه وحسني عبد ربه، وحسني عبد ربه. حاجه مش كان في يعني بعد كده في اوقات تانية كان بيبقى في حسام غالي برضو موجود فيها. دايما لما كان بيلعب ورا كنت تلاقي دايما الحضري واقف، عندك سيد معوض واحمد فتحي دول مستمرين في الثلاث بتوع، بس كان بيبقى ورا عندك لما بيحط يا اما وائل جمعه مع شادي محمد يا اما محمود فتح الله مع هاني سعيد، لازم دول ودول. صحيح. يعني دايما بيحط اللي هم منسجمين مع بعض قدام. كمان الاهم من كده بقى يا كابتن سماح، بص على نص الملعب مثلا. صحيح مروان عطيه عامل جهد كبير جدا في قطع الكوره، فالراجل حسني لما كان بيقطع كان بيتحرك ازاي؟ فالراجل تصويبات حسني عبد ربه او في الكور الثابته اللي كانت بتعمل، هو جيل غير جيل. صحيح بالظبط. جهد محمد شوقي وفكره في الملعب، تريكه يبص هنا يحط في الجانب الاعمى الناحيه الثانيه، الكور الغير متوقعه اللي هو ذكاء اللعيب في الملعب. فالكواليتي كان مختلف تماما. النهارده بندور على ان اللي محمد حمدي ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه، يمكن هو كان كابتن حسام بيعتمد عليه كتير جدا. قارنيه بسعود معوض، سياده المفتاح لاعب كبير، سواء من تحت بدء الهجمه، كوره عرضيه، جم لجوه، احمد فتحي الناحيه الثانيه. فانا عايز اقول لك الجيل مع احترامي للجيل الحالي، لا الناس اللي دربت الجيل اللي قبل كده لا نبخس حقهم، عملوا جهد كبير، لكن كانوا معاهم لعيبه كوره عاليين جدا. فالراجل ميدو كان يطلع وينزل، عمرو زكي، عماد متعب، لا كان عندنا جيل محترم جدا متكامل. صحيح. فده يفرق كتير جدا، لان حضرتك قلتي ذكرتينا بنص الملعب اللي كان موجود، لكن في رؤيه وفي تصويب وفي ثغرات وفي حلول اللي هي كوره العرضيه. في نفس الوقت زي ما حضرتك قلت كانت المنتخبات الثانيه مش زي المنتخبات دلوقتي في كل الاحوال. صحيح. في كل الاحوال شكرا لهذا المنتخب بصراحه في اللي قدموا واللي عملوا وعملوا اللي عليهم، وفي النهايه هارد لك. فحتى الكابتن حسام حسن شكرا للعيبه، شكرا طبعا مليون في المية. هو في تارجت كان محطوط. صحيح. والتارجت ده كان محطوط نمره 1 هاخد البطوله، نمره 2 وده في التارجت اوصل للنهائي، نمره 3 على الاقل اوصل دول الاربعه واخرج بهذا الشكل المحترم. بس انا كنت اتمنى ان يبقى شكلنا احسن من كده كتير، وخاصه في النواحي الهجوميه بالنسبه لنا والكثافه الهجوميه، لان لما احنا ضغطنا ولما اشتغلنا في اخر 10 دقائق ولما زودنا الكثافات الهجوميه ولما عملنا تغييرات صحيحه تسعفهم، يعني كان الشكل اجمل، كان الشكل احسن. صحيح. وده كان ممكن ياخد وقت. انا اتمنى بقى يا كابتن سماح ان ما يكونش فيه احباط
لان المركز الثالث والرابع ماتش نهائي برضه، خدي بالك. صحيح، ما هو لسه سواء عندنا المغرب سواء مركز ثالث نيجيريا. أو رابع. فنتمنى صحيح. من الكابتن حسام حسن، او لو حد سمعنا يوصل، عايز اتفرج انت هتلعب كاس عالم بعد كده، صحيح. ما خافش اخسر او اكسب. لا خلاص. عايز اتفرج على كره قدم حقيقيه، بتلعب بأريحية العب الجانب دلوقتي. الهجومي، العب اللي أريحية. ممكن اجرب فيه في كاس العالم باريحيه، سواء مركز ثالث او رابع او طلعت على المنصه، بالنسبه لي ما يفرقش الا ان العب بقى كره الهجوميه، لان عندي اوراق. لو انا حررت صلاح وحررت مرموش وحررت زيزو والضغوطات دي اتشالت، اتمنى ان احنا نعمل انت ماتش عندك في مارس محترم. هيبقى في مباريات وديه مع السعوديه ومع اسبانيا بالظبط كده. يعني برضو انت عندك فرصه في مارس انه يبقى في ناس اتغيرت، ناس رجعت، ناس بقت موجوده معاك يعني. لكن كلامنا واحد برضو يا كمان كابتن سماح، عشان ما نعملش زي الناس اللي بتقعد المنتخب يكسب بيهيص ويعمل، المنتخب يخسر تلاقي تقطيع. تقطيع. لا، صحيح. في سيناريو كان محطوط لكابتن حسام ما تمش، وده وارد ان اي مدرب صحيح. يعمل سيناريو ما يمشيش معاه، لكن هو الراجل ادى في حدود الموجود، في حدود الموجود، في الكواليتي الموجود، موجود. رجع الجمهور المصري ورا الفرقه تاني، الروح كانت عاليه جدا، في تقفيل، لكن كان ينقصنا ان احنا ازاي ننقل الكوره من الجانب الخلفي للجانب الامامي زي ما عملنا مع كوت ديفوار. اتمنى ان هي تتعدل المباريات الجايه، ولكن بقول هارد لك تاني للجهاز الفني، وان شاء الله يكون اللي جاي افضل باذن الله بدون ما نقطع. لكن هنقطع زي ما قلت لحضرتك، ترجع المنظومه من اتحاد الكوره، ابدا اشتغل صح من جديد، عشان مش كل ماتش احط ايدي واشتغل على الكواليتي الموجود. يبقى عندي عدد محترفين، يبقى انا نازل قصاد اي فرقه زي الفرقه دي. عندك صحيح. كل فرقه 25 محترف، 30 محترف. انا بدور على صلاح ومرموش، حتى مصطفى ما كانش بيلعب كمان، فدي فرقه كتيره جدا في حته الثقه. صحيح صحيح. في كل الاحوال زي ما قلنا هنقول لهم شكرا طبعا كتر على خيرهم، طبعا قدموا على مباريات صحيح. طيبه ومباريات كويسه جدا، وفرحوا الشعب في وفرحونا وقت يعني كتير صحيح. بصراحه. صحيح. الجزئيه اللي عايزه اتكلم عنها وهي التخطيط بقى للي جاي. انت دلوقتي عندك كان في اخفاق قبل كده في 2005، عندك اخفاق كان في 2007 ما كملوش، فاحنا انت محتاج انك تخطط، علشان لازم يبقى في عندك، هيجي في وقت من الاوقات في المنتخب هتضطر تعمل احلال وتبديل عشان يطلع. محتاجين نقول ايه التخطيط اللي جاي، وازاي ان احنا يبقى عندنا. سياده الرئيس كان بيقول يعني مش معقوله 120 مليون، قال لك 60,000 شباب اللي موجودين، ال 60 مليون اللي موجودين، مش عارف نطلع منهم 6000 واحد انهم يبقوا موجودوا. وقبل كده اتكلم وقال 1000 واحد. فاحنا محتاجين ايه من الانديه الفتره اللي جايه عشان نطلع بقى ولاد يبقوا محترفين بره. انا بتكلم على التجربه بتاعتي كمدير كوره لنادي المنصوره حاليا، ودي مهمه جدا، وممكن تبقى الخاصه تتحول الى العامه. ان انا ببص للمغرب، ودايما هبص للمغرب غصب عني، لانه هو رابع العالم وبطل العالم، بطل كاس العالم للناشئين، سواء في السنين المختلفه. فالنهارده انا عشان اكون منتخب محترم كبير، يعني مش هفكر في الناس اللي سنها كبير، لكن هعمل قاعده اساسيه. هذه القاعده الاساسيه هتشتغل من اول 2010، عشان 2010 هيسلم 2008، و2008 هيسلم 2007، وهكذا لغايه ما يتعمل لي منتخب اولمبي، وبعد كده منتخب كبير على مستوى راقي ومستوى عالي. النهارده المنتخب مش بتاع المغرب مش قلق ليه كبير. على فكره الركراكي مدخل 5 6 لعيبه من المنتخب الاولمبي، منهم عبد الصمد الزلزولي وهكذا، وامرابط، فبيدخل بذكاء شديد جدا وبيعمل روتيشن من غير ما الناس تحس. الناس عماله تبص على امناحي، الناس عماله تبص على يعقوب الكعبي، الناس بتبص على يوسف نصيري بس. لا، في ناس بتخش من غير ما انت تحس من المنتخب الاولمبي، لان عنده ركيزه وقاعده اساسيه. دياز لعيب كبير، فبالتالي ابراهيم دياز، فبالتالي انت لما طول ما عندك على المستويات المختلفه في السنين من السن الصغير، وبتقدر تبني وتعمل الاكاديميات بقى الحقيقيه اللي تبني، مش الكلمات بتاعت الاموال والفلوس وتاخد فلوس الناس، لا لا لا، اللي انت يمكن الكابتن عصام عنده تجارب كبيره جدا يبقى يتكلم حضرتك عليها طبعا. فانا بتكلم على ان انت ازاي تعمل الاكاديميات دي، وازاي تبنيها بطريقه صحيحه، وازاي تحافظ عليها، وازاي تبنيها، وازاي تنقلها من سن لسن لسنوات مختلفه، عشان في الاخر تجد منتخب قوي كبير محترف، كل لاعيبته تقريبا كلها محترفه، تفتح كمان الاحتراف. لازم الانديه تفتح الاحتراف بشكل كبير. ما عادش النهارده الارقام اللي بتتقال دي، امال افريقيا راكبني ليه؟ معديني ليه؟ احترافيا، عشان مخرج ولاده، عشان مخرج ولاده ما عندوش مشاكل، من هم صغيرين ما عندوش بره. مشاكل صحيح. من الصغر. صحيح. فانت كل ما بتخرج من السن الصغير
كل ما انت بتكتسب منتخب قوي، لان ده بيرجع لك بصوره اقوى وبصوره اكثر مهاره وباكثر احترافيه وباكثر قدره عشان تقدر تواجه، لان الكره في افريقيا عماله ترتفع وترتقي وتعلى. وانا اتمنى ان الجيل بتاعنا كبر، يعني مرموش داخل على الثلاثينات، صلاح عدى الثلاثينات، خلاص هتروح في حته وهتبطل، هتبص تلاقي طبعا انخفاض كبير جدا في المستوى. فانا بقول ان مهم جدا جدا القاعده الاساسيه بتاعتنا نفتح الاحترافات كتير جدا. الاحتراف بالنسبه للعيبه، النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره دي وبيراميدز والانديه وزد والانديه اللي فيها والمقاولين واللعيبه اللي فيها ناشئين على قدر كبير جدا، لازم اخرج، ما افضلش العب بطولات صحيح محليه ملهاش اي قيمه عشان يقول ده بطل الجمهوريه واشيل الكاس ونطلع نجري. الكلام ده مش مظبوط ابدا ابدا. عشان نقدر نبني لبلدنا للمستقبل بتاعنا لازم ان احنا نعتني ونسيب بلدنا. كابتن عصام، عندك تجارب كتير انت بره، يعني السعوديه والامارات، وكنت ماسك الامارات الشباب، كلمني عن دول بيفكروا ازاي، بيعملوا ايه؟ انا هكلم حضرتك على حاجه مهمه جدا، بس عايز انزل لنقطه مهمه جدا، هقول كلام مختلف شويه. اتفضل. يمكن الكابتن اشرف هيأيدني فيه. عندك طياره كويسه جدا، مين اللي هيسوقها؟ مدرب. النهارده اجي لحضرتك، ده نقطه مهمه جدا. بص يا فندم، الفريق الاول لمنتخب مصر يكون مدرب عنده خبرات، لكن انا النهارده عندي في منتخبات الناشئين كلها مجاملات. انا بقول على مسؤوليتي الشخصيه، هو 1 2 3 4 مدربين بيلف عليهم على 2005 و7 و8. طب السؤال النهارده، كلام محترم، هل منتخب المغرب الفائز بطوله العالم للناشئين تعرفي اسم المدرب؟ مدرس التربيه الرياضيه. ايوه. ولا له دعوه. طب بلاش دي. وحيي من خلال حضرتك نادي وادي دجله، المهندس ماجد سامي، انه ادى الفرصه لاداري كابتن محمد الشيخ كان اداري في نجوم المستقبل. هل عنده فكر باين ولا مش باين؟ باين. طولة ما حضرتك عاملين نلف ورا 4 5 6 مدربين بالاسم وضيع الفرقه وتجيبي تاني يمسك غيرها وتضيع وتجيب غيرها، مفيش فكر جديد، دي مشكله كبيره جدا. طب ما انا عندي مدرب هو مش صغير، مدرب كبير برضه، علي ماهر. مفيش نادي مسكوا علي ماهر مش بينه وبينه علاقه شخصيه، الحمد لله ليه الشرف ان كنا لعبنا مع بعض في المنتخب العسكري انا وهو، ولكن عنده تطوير في كل فرقه مسكها وبيحصل على بطوله، حتى لو بطوله كاس رابطه او كاس مصر، في تطوير في الاداء، سواء المصري سواء مودرن سواء غيره. الناس دي فين من المنتخبات الموجوده؟ النقطه الاهم من كده، عندنا مشكله كبيره جدا في خط الظهر يا كابتن اشرف في الانديه قبل المنتخبات. ليه؟ انا اقول لك السبب ليه. اتحدى لو في مدرب فيك يا مصر بيجيب خط الظهر زي زمان ويشتغل عليه بعد التمرين. ما بيحصلش. ان هو التمرين تخصصي ما بيحصلش. ليه؟ ساعات الوظيفيه ساعات يجيبوا المهاجمين بس ليه؟ لانه مش هيعرف يشتغل معاهم اصلا. كنا زمان احنا بنشتغل يجيب الاربع مدافعين، كور الاماميه وتطلع، كور مواقف من المباراه، يعني مواقف لعب، هنبدا يضيف لك مهاجمين عشان تبدا تشتغل. والله ما بيحصل. النهارده كل انديه مصر، لان انا في المطبخ وعارف، عنده فتره تدريب ساعه ونص، بينزل يخلص بسرعه ويعمل تقسيمه، والمدرب بيجي في نادي مثلا مقاولين العرب عشان ما حدش يقول لي، او نادي مختار افضل لعيبه في مصر، فبيبدا حته التطوير مش موجوده. انا كان ليا تجربه يمكن طبعا بشكر عليها الباشمهندس محمد عادل، انا ماسك دلوقتي اكاديميه المقاولين العرب. اشتغلت بالسيستم اللي الكابتن بيقول عليه، مش عاديه. يعني ما ترجع للاكاديميات، بتكلم صح يا كابتن اشرف، فرجع على اكاديميه محمد السادس، طلع وناحي والمرابط وغيره كل ده طالع وغيره طالع من الاكاديميه. كل ده عارفه لو عملتي العالم اللي خدته عارفه لو عملتي حضرتك اكاديميه في مصر، هتلاقي التليفون جاي من كذا وجاي من كذا وجاي من كذا، ده وخد ده وخد مالت كلها وسايط، فمش هتقدري ان انت توصلي للمستوى. فرجع الاردن اكاديميه برضو كانت معموله مع تخطيط زمان من الكابتن الجوهري وغيره، بدا يشتغلوا بشكل كويس. عايز اقول لك في النظام اللي انا عملته، جيت عملت عندي بلان A وبلان B وبلان C في اكاديميه. ايوه عملت بلان A ده فرق على مستوى محافظه الشرقيه والجمهوريه العب بيها، بروح العب MB. اسالي كابتن احمد سمير بيبو اي نادي بروحه زي الانديه، انا مسجل عندي كلهم بيقولوا كابتن عصام عامل مش اكاديميه دي نادي زي الانديه اللي بنلعب فيها. طب كان في انتاج؟ ايوه عندك النهارده لعيبه هتسمع عنه قريب في منتخب مصر وانا براهن عليه. كان في المقاولين العرب اسمه احمد خالد، واخد احسن لاعب في بطوله زد الدوليه 2007. حاليا هو في قبرص، السنه الجايه تلاقيه في المانيا. الوكيل بتاعه هو بتاع محمد صلاح، واشول زيه من عندنا من الزقازيق، وديته المقاولين العرب طلع عن طريقه.
محمد سمير ربنا يشفيه. احنا عايزين باك رايت. 150 احمد خالد. باك رايت نادي انبي 2006 لعيب اساسي في الفرقه. عندك احمد رضا بتاع منتخب الشباب، كان محمود جابر من عندي برضو من اكاديميه، وده بيلعب في وادي دجله ومنتخب مصر وكان المحله والجونه. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لو اشتغلنا بضمير وبتخطيط نقدر نقدر. يبقى ما تقوليش بقى كابتن هيجي تليفونات بواسطه، لان الكوره ما فيهاش واسطه. بالظبط بما كده ان بقى. في ناس خرجت يبقى في يبقى الكوره ما فيهاش في واسطه. نقطة خطيرة. يبقى في حاجه ثانيه، بس الكوره بقت بفلوس. انت بتدوري على الحلول يا كابتن سماح. في نقطه خطيره النهارده. لعيب الكوره كان لعيب كوره، مجرد ما بطل عايز يقعد على قلبنا احنا كنا لعيبه كوره لحد ما القيامه تقوم. يعني ايه؟ بطل لعيب الكوره، تعال امسك فرقه 2010 ابدا من الصفر، 2015. اتعلم، وهو مش اعرف، واخد دورات. خد دورات. لازم ياخد المراحل دورات. دي. عايز اقول لك على حاجه، الدورات لوحديها بدات النهارده، اللي بشكر طبعا الكابتن علاء نبيل عليها انه طورها او طولها شويه. دورات عندنا في مصر، انا في الامارات عارفه الدوره بتقعد قد ايه؟ دوره سي 3 شهور و6 شهور في الامارات، وبيطلب منك تعملي مثلا فتره اعداد في نجاح ورسوب في كذا. احنا عندنا مجرد ما دخلت الدوره وسجلتي نجحتي، والله العظيم بكلمك جد. جاي من هنا، جاي من كابتن اشرف قول لي طبعا. شفت حد بيسقط في يوم من لا الايام؟ لا لا. ما بيحصلش. دي مشكله، لابد ان انا احس ويدخل في موقف اختبار. يعني يمكن كان ليا الشرف في الدوره سي من 2010 مين؟ كابتن عاطف حنفي، طارق خليل، كابتن مجدي مصطفى، كابتن حسام، اسماء كبيره كانت احنا موجودة. عندنا ولا مشكله اسم. فعلا زي حاولوا ما الكابتن تعلموا. عصام بيقول، ان احنا عايزين القامات الكبيره، المدربين الكبار هم اللي يمسكوا اللاعبين اللي في السن الصغير. أيوة، دي اللي لسه عشان بنكملها يقدر يا كابتن يطلع سامح. لي اجيال حقيقيه. صح. هو ده اللي عشان اشتغل صح، مش تجي لي تمسك الفريق الاول وتدور على ماسك الفريق الاول ما انت ما بتبنيش. عايز تبني صح لازم ابني منين؟ من القاعده الاساسيه من تحت. فلازم تجيب له لعيب كبير عشان كمان اللعيب الصغير يصدق النجم ده ان هو بيعلمه. تصدق يا كابتن لما بيتقال نادي هيجيب مدير فني اجنبي، ببقى عايزه اقول لهم هاتوا المدير الفني الاجنبي يا جماعه لقطاع الناشئين، مش أيوة، تجيبوا لي الفريق فعلا، الاول، برافو هاتوا لي عليك. قطاع برافو الناشئين عليك. عشان يعني يعلم يعني في لعيبه كبيره مش عارفه تقف في الملعب ازاي. زد مثلا. انا عايز اقول لحضرتك يعني حضرتك بتفتحي مواضيع مهمه جدا. كلام مؤاخذه يا كابتن اشرف، لا، بتفتحي مواضيع كلام مهمه جدا. جدا اللي هي بتقول. يعني صراحة. احنا قلنا دلوقتي ان اللي يمسك المرحله الصغيره دي حد فاهم، أيوة. حد بيعرف يعمل مهاره والتاني يطبقها صغير، حد عنده ناحيه تربويه. لان للاسف الشديد بقيت اشوف برضو مدربين كتير جدا والله العظيم بيطلع منهم الفاظ يعني مش عارف اقول لك الولاد الصغيرين، الواد الصغيره. فانا لما اخلي يا ولد صغير يتقال له كده روح الانهزاميه وهو صغير كده، هيبقى عنده الثقه ازاي؟ عايز اقول لحضرتك بصفتي يعني في المقاولين العرب الباشمهندس محمد عادل، يمكن خبر اقول لحضرتك تعاقد قريب مع نجم كبير في مصر كابتن علي خليل. كابتن علي خليل جاي ليه بقى؟ جاي للمرحله اللي أصل تحت هو دي. عاش براعم. مع كوفر وعاش مع ناس كبيره. انا اشتغلت جداً. مع كورفر، كان ليا الشرف آه. اشتغلت معاه 5 سنين. فعلي يعمل خليل عنده المرحلة خبرات اللي كبيره تحت بصراحه. وعلم، وده اللي مساله مطلوب. الناشئين والسن الصغير صحيح. وده اللي مطلوب. ناجح فيه جدا يعني. فتخيلي حضرتك سردي باكات مدافعين انديه مصر ومنتخب مصر بنعلم فيهم لسه يقف ازاي. تخيلي كنا بنقول زمان لما قلنا كلمه مساك يعني بيمسك. كابتن اشرف عارف من السيرفيكات الموجوده بيلعب عليه كابتن جمال عبد الحميد، ماسكه واخده في حضنه مركز على تحركاته الاول. معاه شادو طبعا. بصي تحركاته الاول بعدين الكوره. النهارده لعيبه بتقف كده وخلاص بيقابلوا 5 وهو مجرد اداء واجب واقفين، باص للكوره تلاقي الكوره راحت كده. مفيش حته التمركز الصحيح والتركيز، الامور دي لازم نشتغل عليها. فحضرتك عندك في مصر لعيبه يوم القيامه في لعيبه وفي مواهب، بس مين اللي هيطور؟ مين اللي هيسوق؟ زي ما قلت لحضرتك لازم الانديه تشتغل بشكل كويس جدا. يمكن انا مش عشان انا متحيز لنادي المقاولين العرب، بحيي من خلال حضرتك كابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بقى يعمل تارجت. المدرب اللي مش هيجيب مركز رابع هيروح، وهم عارفين كده وبقول لهم كده. مش عشان حته لا فلوس احنا بس. عايزين كمان نضيف حته على حته المركز الرابع. ده أنا هكمل لك كده. المدرب اللي مش هيطلع لعيبه للفريق الاول هو ده. ده اللي يروح. هو ده. هو ده اللي يروح. صحيح. حتة التطوير. لان الهدف من جهاز الناشئين كله هو تفريغ مجموعه من اللعيبه اللي عندها قدرات عاليه عشان تغذيه الفريق الاول. وده النادي الاهلي، وده اكبر نادي في مصر. انا بحترم النادي الاهلي جدا وبحترم كل كيانه.
لكن من هم الناشئين الذين قدموا من النادي الاهلي؟ لا، ولما لعب بيهم مع غزل المحله ولعب بيهم مع المقاولين الشكل عامل وكده، إزاي؟ انا ساعتها ثلاثة. قلت لما يبقى نفس ناشئين الزمالك نفس النادي الحكاية. الاهلي اللي هو اكبر نادي في مصر. مع نادي الزمالك بيهتموا بناشئينهم، يبقى الناشئين كده يبقى اللي تحتيهم الدنيا فيهم بقى مشكله الدنيا كبيره. في مشكله صحيح. فعايز اكمل حضرتك يا عبد السماح. لما عندنا النهارده زي ما بقول لحضرتك بقى عنده المدرب عارف بيعمل ايه، وحته تطوير وحته طلع الفرقه اول. عندك 2007 اول، 2010 اول، بقى عندك الفرقه بدل ما كانت زمان بتلعب على ثالث ورابع وخامس بدات تلعب على مركز اول دلوقتي. حته التطوير بقى اللي جاي كمان بدا يشتغل على حته الصعود للفريق اول. في حوالي 11 لعيب دي بقى هي المقاولين دي هي دي المقاولين منهم بقى. مين بقى؟ ده المقاولين اللي في ولد لعبت كان فيه بيتمرن 4 معايا، سنين بقى. في ولد كان بيتمرن خدت فيه معايا معاه كاس مصر وخدت فيه بطوله افريقيا. ده من نادي المقاولين. وانا بكمل لك حقيقة بقى. وانا بكمل لك على التجارب زي كان ما حضرتك مشهور قلت. بالناشئين. زي ما حضرتك قلت على التجارب الموجوده. تمام. في لعيب لعب الماتشين اللي فاتوا في المقاولين العرب كان عندي برضو طالع من عندي كويس جدا. اسمه تيتو الباك رايت 2007. فبدا يعتمد. طب وقف على كده؟ لا، جاب دكاتره النفسيين اللي حته الطبيه علمها شويه. في حاجه بقى جديده بقى، جايب شركه اوروبيه دلوقتي تبدا تعمل سيديهات للعيبه وتنشرها على مواقع العالم كله عشان ابدا اطلع اللعيبه بتاعتي. طب هو يعمل زي حاصل ما عمل بالفعل كده. حاصل بالفعل. ما انت عندك مين افضل الناس في الفتره الاخيره في مصر؟ صلاح والنني، ما دول خريجي مقاولين نادي المقاولين العرب. هيطلع الفتره اللي جايه عدد كبير جدا طالما بداوا يتجهوا الموضوع ده. انا بطالب كل الانديه تشتغل بالموضوع ده. واذا عندك لعيب مثلا اللي هو 18 سنه، بدل ما يقول عايز فيه 300,000 ما طلعه ب 100,000 يا عم، وده هيعود على المنتخب مصر بعد كده. انا عايز امسك حته انت اتفضل يا قلتيها جميله قوي بصراحه، عجبتني جدا، وهي انك بتطلع اللعيب في الفريق الاول او الفيرست تيم فما يكونش متعلم حاجه، فبتيجي تقول له على حاجه بتاخد وقت، وده شيء مشكله. طبعا. مشكله كبيره جدا، وانا بتعترضني انا شخصيا. يعني هناك مصطلحات في الكوره النهارده، الكوره بتتطور، الكوره الحديثه النهارده لها مصطلحات كبيره، وانا بتابع الحته دي كويس قوي. يعني لما تيجي مثلا تقول للعيب ازاي يا ابني تتنقل من النيجاتيف بوزيشن للبوزيتيف بوزيشن، فيتنح لك ما يقدرش يبص عليك. الكابتن بيقول ايه؟ او تعالى يا ابني ما تشتغلش دايما على الخط، لازم تبقى انسايد ويندر، دخل نفسك من جوه. او تجيب لعيب من منطقه نص الملعب وتشتغل معاه وتقول له لازم تشتغل فري روم، فتروح من هنا زي دغموم كده في تيم النادي المصري. من اللعيبه اللي بتعجبني جدا يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هنا وما تبقاش عارف جاي منين. صحيح. فده مهم جدا انك تعلم اللعيب ده في السن الصغيره هذه المصطلحات وتحولها له حقيقه وواقع، وتعملها له مواقف من المباريات وتوظفه في هذا الامر. فلما يجي يطلع الفريق الاول ما ياخدش جهد كبير جدا من المدرب ده صح. عقبال ما يقف على رجليه مره ثانيه. ده صح. فده مهم جدا. انا عايزه اسال حضرتك، هو احنا ليه عندنا في مصر لعيبه توانسه ولعيبه مغاربه واحنا ما عندناش في هناك؟ يعني ما فيش في مصر في تونس والمغرب لعيبه مصريين. دي مهمه جدا الحته دي. اولا في حتتين مهمين. الاولانيه ارد عليها المبالغه في اسعار اللاعبين المصريين. اللاعب المغربي لما بيجي ما بيدققش قوي في ان هو يتعاقد مع مصر مع فريق مصري في المبالغ الماليه. لكن هنا احنا طبعا رافعين الاسعار للعيبه ما تستحقش هذه الاسعار، ووصلنا لغايه 100 و125. وانت حضرتك عارفه اسعار اللعيبه دي مين. فطبعا دي اسعار مبالغ فيها بشكل كبير جدا. لما يجي نادي مغربي عايز يتعاقد مع لعيب مصري هيقول لك انا ادفع له المبالغ دي منين؟ لكن لما بجيب لعيب من المغرب او من تونس بيبقى سهل، او من الجزائر بيبقى سهل عليا جدا اتعاقد معاه، وبجد ان مستواه اعلى من اللاعب المصري. ليه بقى؟ ودي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها اهو، انه متعلم هناك. ممكن يكون اللاعب ده جاي من اكاديميات او جاي من مستوى راقي جدا في جهاز الناشئين اللي كان موجود فيه، فمتعلم ومتربي بثقافه فكريه عاليه جدا كرويا. فلما بيجي لي ما ببذلش معاه جهد كبير واقول للراجل ده جاي من المغرب ما شاء الله ايه الجهد ده وايه الشغل ده، فبيبزغ نجمه. فاحنا شفنا نجوم كبير جدا جدا جدا. المغرب عندنا اكتر من حوالي 22 لعيب، تونس حوالي 14 لعيب. بص على الشيبي والكارت. فطبعا اللعيبه دي زي ما بقول لحضرتك النقطتين دول نقطتين مهمين جدا 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 بالنسبه للعيب جاي متاسس، جاي عارف هو بيشتغل ازاي وجاي هينجح ازاي وسعره هيعلى ازاي، وبيبقى جاي مش موجود في المنتخب وبيتاخد من منتخب من الانديه بتاعتنا زي الجزيري. صحيح. لما خد هداف في كاس العرب ما كانش في المنتخب، لكن اتاخد بسبب ادائه الجيد جدا مع نادي الزمالك، فبقى كواليتي تاني في نادي الزمالك. فاذا دي نقطه برضو مهمه جدا، لازم زي ما قلنا لازم نعمل حسابها كويس قوي، ولازم نعود ولادنا ان احنا لما نيجي نحترف بره لازم انديتنا كمان لازم نيجي نحترف بره لازم نسهل الامور اكتر من كده، وما بنبقاش جشعين في ان احنا نوقف اللعيب فتره طويله جدا حابسه معايا ومقيده معايا
وفي نفس الوقت ما بدلوش الانطلاقه الاحترافيه عشان يرجع لي بصوره اكتر، وبعلي سعره. يعني انا لما بطلع اللعيب يحترف بره انا بعلي سعره، مش بقلل من طيب قيمته. حضرتك برضو كان ليك تعليق على حكايه تدريب المدربين قبل ما ينزلوا يلعبوا يمسكوا في البراعم او الى ذلك. انا قلت المدربين، ودي نقطه مهمه جدا نتكلم فيها كابتن عصام، وانا باكد عليها تاني وبقول عشان نعمل منتخبات كبيره وعشان نعمل انديه كبيره، فانا عندي تجربه مهمه جدا بقول ان انا لازم الاول قبل ما افكر في اللعيب اللي انا عايز اطلعه، انا لازم افكر في المدرب اللي هيعلم اللعيب. مهم جدا جدا ثقافه اللعيبه، ثقافه المدربين. لازم انا اكون جيل من المدربين، لازم اعمل جيل من المدربين. ومش مشكله ان على فكره مش شرط ان اللعيب اللي ده كان لعيب كبير قوي ولعيب كان قيمته كبيره قوي عشان يبقى مدرب كبير. فانا عندي يعني مثلا جوارديولا ما كانش لعيب عالي عالمي يعني، برضه يعني كتير قوي. احمد خطاب كان لعيب بس ما كانش سوبر ستار ماسك فاركو. محمد الشيخ زي ما قال الكابتن، كارلوس بريرا البرازيل نفس الحكايه، مش شرط. لكن مارس الكوره اوكي ما فيش مشكله، لكن في نفس الوقت في واحد بيثقف نفسه كويس قوي، بيثقل نفسه صحيح، وبيثقل نفسه كويس قوي، فبيقدم وبيقدم نفسه بصوره كبيره جدا صحيح. وبينجح بشكل كبير جدا. واللي بيخلص في شغله ربنا سبحانه وتعالى بيكافئه ما دام بيتعلم كويس وبياخد دراسات كتير وبعدين بيطلع على مدارس كتير، ودي مهمه جدا. صحيح. لازم يتعلم من المدارس المختلفه عشان يقدر يبقى عنده ثقافه كبيره جدا من خلالها يقدر يعلم، ويقدر كمان لما يعلم ناس كتير جدا. صحيح. ويطلع اجيال كبيره. كان ليك تعليق كابتن عصام، اتفضل. حضرتك سالتيني سؤال هجاوبك عليه بخلال وجودك في الامارات وكده، ولكن عايز اعلق على حاجه العكس بقى. زي ما الكابتن بيتكلم انا بايده في نقطه. ابراهيم عادل لما كان في المنتخب الاولمبي جاله اكتر من 5 انديه بره في اوروبا، والنادي دور على مصلحته سيب بالمقابل المادي حرام، وبالتالي راح الامارات فين بقى بمبلغ كبير. مع احترام ابراهيم عادل مش هو ابراهيم عادل، انا مش شايفه. وابراهيم عادل لو واقف على رجليه زي ما كان موجود الاول كابتن حسام حسن ما كانش قعده. لكن ابراهيم مستواه عنده دروب فظيع. انا مش ده ابراهيم عادل، انا ما اعرفوش. النقطه الاهم من كده حضرتك يمكن كنت بتكلمي على اللي بيجي من بره. انا كنادي برضو لو هجيب لعيب يفيدني، يا لعيب زي الشيبي لعيب زي المصري دغموم نفس الوضع. لا اكتر لعيب بيلفت نظري. صحيح. نفس الوضع. لو اجيب مدرب بالدولارات دي كلها ومش هيطور اللعيبه المصريين يبقى زي المصري، انا جايبه ليه؟ ما لازم الفرود اللي هيجي يبقى احسن من اللي عندي 3-4 مرات. المدرب اللي هيجي يبقى 3-4 مرات. اضيف لك بقى حضرتك، وانا في ابو ظبي مجلس ابو ظبي الرياضي في الكوره في الامارات مقسومه لقسمين، في مجلس ابو ظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي. الامارات ككل ما تكملش 4 مليون ونص بالمقيمين. فما تتفرجي يبقى عندهم منتخب ناشئين او منتخب زي الامارات بيأدي بالمستوى ده دلوقتي، وكان على قاب قوسين او ادنى من كاس العالم وخسر 2-1 من العراق بالمستوى ده. لا ده نظام تخطيط زي الاردن وزي المغرب وزي غيره. بيعمل ايه بقى؟ جايب رئيس قطاع انتر ميلان ماسك مجلس ابو ظبي، بيجي يوزع على المدربين ورقه بيديها لحضرتك بالانجليزي كل نادي من نادي ابو ظبي. حضرتك النهارده الاهلي بيلاعب الوحده، حضرتك في خلال المباراه هتعمل لي تقييمك نقاط القوه والضعف في الفرقه الثانيه، افضل لعيبه اللي ممكن يستفاد بيها كتجنيس اوكي ينضم للمنتخب. انت شرقت يا كابتن عصام. بس السلام عليك. لا التعبان ده كويس من كده دلوقتي. ألف سلام عليك، بس خد نفسك لأن أنا محتاجة أعرف التجربة الإماراتية والسعودية إنه الدنيا اتغيرت هناك فبقت للأفضل. لا طب الناس دي مش يعني احنا كانوا بيستعينوا بينا زمان بالمدربين المصريين اللي موجودين ويروحوا علشان يغيروا لهم الموضوع ويحطوا لهم خطط. الأجانب أحدث نوع من التنافس الشديد جدا المفروض مع اللعيبة المحلية. فيديني انتاج قوي جدا بالنسبه للاعيبه السعوديه، فتبص تلاقي المنتخب السعودي اتغير، قوته زادت مفيش كلام، لان قوه المنتخب قوه الدوري قوه الدوري اللي شغال هتولد لك على طول منتخب قوي. افتكري كده الدوري ايام الكابتن حسن شحاته في 2006 و8 و10 كان مطلع مجموعه من اللعيبه على اعلى مستوى. طبعا. لان الدوري كان قوي جدا. مين اللي كان بيتنافس؟ الاهلي كان بيتنافس، الزمالك بيتنافس، الاسماعيلي كان موجود، بتروجيت كان موجود، انبي كان قوي، الاتحاد السكندري كان قوي، هذه المصري كان قوي. الفرقه دي طلعت لك لعيبه من كل، وذاك المنتخب كان فيه حسني عبد ربه،
وانت خدت جده منين؟ وجده من الاتحاد السكندري هداف ادالك البطوله. شوف هداف الكلام 2010. شوف الكلام شوف الكلام وتطبيق من الكلام. الاتحاد السكندري. يبقى اذا الدوري القوي بيطلع لي منتخب قوي. صحيح. مفيش كلام. صحيح. الف سلامه عليك. الله يسلمك. بس هو بيتكلم نقطه كويسه يا كابتن اشرف، بس في عندنا مشكله ان احنا بقينا كانديه مصريه نعتمد على كل المهاجمين من الخارج. فبالتالي النهارده بيبقى عندك معاناه طبعا غير طبيعيه متأثرين في الخط الامامي. صحيح. عمالين كل شويه نقول هو فين المهاجمين في مصر، فين المهاجمين في مصر، وده ان كان بيدل على حاجه فاحنا لازم نهتم بهذه العناصر اللي هي المهاجمين في الناشئين عشان يطلع لنا ويبقى موجود. ودي حاجه شابوه الحقيقه ان حمزه عبد الكريم يخرج. طبعا طبعا. هقول لك نقطه حلوه قوي، هقول لك نقطه حلوه بالنسبه للكلام اللي احنا بنتكلمه ده. شوف الاتحاد لما خد قرار من حوالي 10 سنين بمنع الحراس الاجانب تيجي مصر. صحيح. منع الاحتراف في مركز حراسه المرمى. طلعت لي مين؟ فطاحل. شوف الفطاحل اللي طالعه. صحيح. ولسه عندك اجيال داخله. يبقى اذا احنا برضو لازم اذا كان المساله بالشكل ده يبقى انا ما افكرش في مصلحتي الشخصيه، ولا بد ان افكر في مصلحه وطن. صحيح. وزي ما الرئيس قال ان الرياضه قضيه امن قومي. فلازم انا احافظ على الرياضه كويس قوي، ولازم اهتم بالرياضه كويس قوي، ولازم. وبعدين كره القدم بالذات قصه كبيره جدا مع الشعب المصري ومع الشعوب كلها، في حته ان انت في رغبه كبيره جدا لدى الجميع في متابعتها وحبها. وسبحان الله اللي اخترع الكره ده كان راجل مزاجه كان عالي قوي، على اساس ان الكره تخش تهز الشبكه القلوب تتهز معاها. صحيح. طيب يعني هوجه سؤالي لحضرتك، وبرضه دكتور اشرف هيعلق لنا عليه، انه ازاي بقى نقضي على حته الاستثمار اللي موجود في الناشئين، وادفع علشان تتسجل وتعمل، والولد ممكن ما يبقاش موهوب اصلا، وده بيضيع علينا مشاكل كتيره في الناشئين. ازاي من خلال اللي حضرتك شفته بره ممكن نقضي على هذا الموضوع، او اتحاد الكره منوط بيه ايه؟ يعمل ايه علشان يقضي على بص حضرتك، الموضوع ده محتاج حلقه كامله. ليه؟ في بعض الانديه الاستثماريه في مصر زي بيراميدز والاماكن دي مفيده للكره المصريه، لكن الاستثمار اللي ماشي دلوقتي، انا عايز اقول لك بصفه ان انا في المطبخ النهارده، في ممكن تلاقي كابتن سماح وكابتن اشرف واخدين 10 مراكز شباب. ايوه. في القاهره. خليكي معايا كده. بس. بيعملوا كده. عارفه سوق الخردة؟ والله العظيم 3. ايوه صحيح. ياخد القطاع على بعضه بكذا. ايوه. يجي يقسمه فرقه ويضحك على ولي الامر، وولي الامر فرحان بتلعب دوري القاهره. في النهايه انا بخسر 25-0 و30 و40-0. طب انا هتشاف ازاي وهمسك كوره ازاي؟ ثانيا الخطر في كده على فكره، لا في حاجه في انديه كبيره دوري ممتاز. انا واخد منه ابنه مش عشان هو موهوب، انا واخد منه ابنه عشان هو دافع فلوس قصادها. طب عايز اقول لك على حاجه على الهوا كده، لو هو لعيب كويس هيعيده السنه اللي بعديها، بيدفع تاني السنه اللي بعديها. ايوه بيدفع كل سنه، بيدفع نفس المبلغ. ولي الامر شغال، وفي النهايه خالص هيقعد في البيت. والنهارده لعيب الكوره المحترم، لعيبه الكوره في العالم كلها الماهرين الموهوبين كانوا فقراء، يعني ما كانش زي أيوة دلوقتي. دايما يتقال لعيبه الكوره للفقير. بالظبط صحيح. كده. اللي بيلعب حاجه معروفه. عندي الدوري ممتاز النهارده، كرة القدم للفقير. عندي الدوري ممتاز النهارده، بدات تدخل في نفس القصه 25 و30 و40. طب السؤال اللي عايز اقوله لحضرتك، وده موجود في كل الانديه، واللي عايز ينزل يجي معاه وانا اوري له على الطبيعه، لان انا في قلب المطبخ. النهارده كان عندي 25 لعيب تالنت بقدر اشتغل عليهم واطورهم. طب بعد الاستثمار مفيش، العدد بيزيد كبير جدا، العدد بيبقى زياده كبير جدا في الملعب. فبالتالي اي مدرب خبير هيقدر يبقى عنده 35 و40 لعيب يدربهم في نفس الوقت في الساعه ونص المحدده له. لان لاحظي الملاعب عدد غير زمان، الملاعب عدد مخنوقه. ايوه ما عادش زي زمان، فليكي وقت معين هتخرجي فيه، يعني تخرجي فيه. الحاجه الثانيه غير الاستنزاف المادي، موضوع الاستثمار ده لازم يكون له وقفه من الدكتور اشرف صبحي لو سمعنا، لان في ناس كتير جدا استغلت مراكز شباب، انا اقولها بالعربي كده، للنصب على اولياء الامور واستنزاف غير طبيعي. انا بيجي لي ولي امر بقول له ابنك ممكن تخليه يمارس كوره عشان يبعد عن الشغل اللي بره، لكن لو عندك امل انه يبقى لعيب كبير استحاله، لان الوضع اللي قدام انا شايفه ده بالنسبه للناس اللي هي الناشئين. بتديله الخلاصه. اما البراعم الصغيرين خاصه المراحل الصغيره جدا يبدا يشتغل بشكل كويس. انا شايف في مصر في ناديين عندهم فرقه 2017 لو عايز اقول لك لو لعبتهم ل 2010 في انديه يكسبوهم، تتفرجي تتلوحي منهم
منهم نادي انبي. يمكن بحيي الكابتن احمد سمير بيبو قلت له الكلام ده، وهو نادي انبي حاولت اعرف ازاي لموا الولاد دول، دليل عندك تالنت في مصر. اتحاد الكوره كان كل سنه بينزل اخر قيد لينا 2015 او 2016. السنه دي ما نزلش سنه، فبالتالي لم اللعيبه اللي في مصر وراح مطلع لهم كارنيهات. حتى جه يمكن هو لو سمعني دلوقتي الكابتن بدر رجب راح له 5 6 لعيبه النادي الاهلي يتصل بهم بيقول لهم كارنيهات. كابتن بدر هيتجنن ازاي 2017 ما فيش تسجيل. قالوا لا السنه دي استغلنا الثغره دي، عندهم فرقه 2017 بقول لك بيلعبوا كره قدم حقيقيه. محتاجين النهارده الناس الكوادر العاليه جدا تشتغل على حته تمركز صح، التسليم السريع، اللمسه واللعبه اللي احنا بنشوفها بره، لان عندنا بطء في كل انديه مصر، وبالتالي لما تاخدوا لعيب المنتخب بينعكس عليه بنفس الطريقه. الاستراتيجيه لازم تتغير يا كابتن، لازم تتغير. لا انا كمان برضه بدعو الانديه، بدعو الانديه طبعا لنقطه مهمه جدا، اللي هي ازاي تحتفظ بلاعبيها الاساسيين في الناشئين اللي ليهم قيمه ولهم مستقبل كبير ومهاراتهم عاليه وقدراتهم عاليه. ان انا اعمل الف، اعمل ب، اعمل ج. انا رايي الشخصي احنا عاملين كده في نادي المنصوره، وبدانا نعمل كده السنه دي. الحقيقه العميد محمد بسيوني عمل اجتماع كبير جدا موسع لهذا الامر، وقال احنا انديه برضو بتحاول ان هي تعمل اي استثمار باي طريقه، ولكن ليس على حساب المواهب. المواهب بتاعتي لازم احتفظ بيها، يبقى ده الالف بتاعي وب، محدش يقدر يقرب منه، محدش يقدر يخش جواه وياخد كثافته وجرعته التدريبيه كامله. في نفس الوقت جيم بقى ده احنا كانديه شعبيه الدنيا كلها بتبقى حواليك، مفيش غير نادي المنصوره هو نادي الام، خلاص يبقى جيم ده بالنسبه له حاجه ترفيهيه، ويجي له مدرب يشتغل معاه بره المسابقات وبره العمل الرياضي اللي احنا بنبني بيه من القاعده الاساسيه. فالقاعده الاساسيه لا مساس بالقاعده الاساسيه، وده اللي بدعي للانديه الكبيره جدا اللي بدات تنغمر داخل الاموال والاستثمار فيها، وان هي بدات للاسف الشديد تتراجع تراجع كبير جدا بالنسبه للدخول الماليه على حساب النواحي المهريه ومستقبل الانديه الكبيره جدا اللي ليها قيمه جدا. وزي انا بحيي زي ما هو بيحيي كده نادي وادي دجله، الحقيقه بحييه تحيه كبيره جدا، ونادي انبي ونادي زد برضو من الانديه الحقيقه برضو اللي عندها ده واخد احسن نادي في افريقيا بالنسبه لرعايه الناشئين. وعايز اقول اين مشروع الهدف اللي طلع احمد حسام ميدو وطلع نجوم كبيره جدا، وكانت الدوله عاملاه وبترعاه، وكان في رعايه كامله جدا بالنسبه للعيبه دي. ما اعرفش الحقيقه المشروع ده راح فين. بتمنى من الدكتور اشرف صبحي ان هو ينظر الى هذا المشروع مره ثانيه ويستعيده مره اخرى. طيب احنا قربنا على يعني الختام، لكن عندنا بعض التصريحات لكابتن حسام حسن. خلينا كويس نشوف التصريحات. كابتن حسام حسن راضي عن اداء اللاعبين في البطوله. في تصريح تاني بعد اذنكم، فارق الراحه كان في صالح السنغال. دي انا قلتها دي. هناك بعض الاخطاء التحكيميه في المباراه. كان هو اتكلم عن الراحه والحكام والتحكيم وراضي. اتمنى تدخل الفيفا في البطولات الكبرى. طيب انا بس كنت عايزه اعرف اي تدخل بالظبط عايزه، يعني عايز تدخل بالنسبه للتحكيم ولا تدخل بالنسبه طبعا قصده التحكيم؟ انا كنت عايزه التفسير بتاع هذا التفسير بتاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، هي تصريحات مقنعه جدا. لما قال لك في البطوله ككل وليس اليوم، يعني في البطوله ككل اداء مميز جدا، ولكن في اليوم كان في تقصير، كان في ضربات كتيره جدا. ولكن احنا لما احنا في البدايه قبل ما يتكلم قلنا ان كان في فرق يوم، كان في سفر، السنغال بتلعب على ارضها، بس ده كله برضه ما كانش يغني عن حته المجازفه اللي احنا قلنا عليها. حته الاخطاء التحكيميه اللي قال عليها كان في فعل النهارده بالفعل ولمحنا ليها ان في فاولات كتيره جدا النهارده لصلاح مرموش ما كانتش بتتحسب. في المقابل كان اي لمسه لفريق السنغال كانت بتتحسب، فده كلام مظبوط جدا. التصريح الاخير انا اعتقد ان كان قصده في التحكيم، في الفيفا تتدخل في البطولات الكبرى. طبعا عايز اقول طبعا بالنسبه للتحكيم مش على مصر بس، يعني تيم زي تنزانيا اتظلم ظلم كبير جدا في مباراته مع المغرب، خلينا نكون واضحين، له ضربه جزاء صحيحه 100%. وعلى مدار البطوله في اخطاء تحكيميه كبيره جدا متجاوز عنها، وان كان النهارده كان ممكن الهدف ده ما يتحسبش لو الحكم فير،
كان ممكن بشكل كبير جدا، لان لمسه يد جت في ساديو مدني، كان ممكن ما تتحسبش لو زي ما بقول التحكيم فيه، ولو كان في ضغط كبير جدا مننا عالي ناحيه الحكم كان ممكن الهدف ده ما يتحسبش. كمان في حاجات كمان بقى فنيه يعني احنا ما بنحسش بيها قوي، او الجمهور بصفه عامه بيقدر الحكم ان هو يتلاشاها او يضغط بيها في صالح تيم على حساب الاخر. فاحنا من برضه، بس في نفس الوقت عايز اقول ان التصريح بتاع البطوله ده باكد للكابتن عصام ان البطوله بصفه عامه احنا ادينا مباريات كويسه، وعلى حدود امكانياتنا ادينا مباريات عاليه جدا حقيقة. واللعيبه كانوا على مستوى عالي، مش هينفع نبقى سطحيين ونقول احنا خسرنا النهارده فاحنا تيم مش كويس. لا، احنا تيم كويس، وتيم كان قادر ان هو يوصل لمراحل اخيره كمان. لكن زي ما بقول هي فلتت بس شويه من الكابتن حسام في حته استراتيجيته للمباراه دي تختلف عن جنوب افريقيا وتختلف عن السنغال، لان نوعيه الاداء التكتيكي بتاع تيم السنغال تختلف عن التكتيك اللي كان بيشتغل بيه في كوت ديفوار. لكن على عموما انا شايف ان تصريحات حسام حسن تصريحات واقعيه، يعني تناسب الواقع اللي احنا عايشين فيه يعني. لكن يعني احنا لازم نقفل الصفحه، ولازم نفكر بقى في مبارياتنا القادمه والمهمه، وهو كاس العالم بتاعنا هنخطط له ازاي، معسكراتنا شكلها ايه، نوعيه المنتخبات اللي هنلعبها، نوعيه المعسكرات بتاعتنا هتناسب الفرق اللي هنلعبها شكلها ايه، المجموعه بتاعتنا الفرق اللي هنلعبها هنفاجئ احنا دلوقتي بان في انديه منتخبات كبيره جدا عاليه بتطلب اللعب معانا عشان تقرب من مستوى منتخب مصر مع المنتخبات اللي هي بتلعب معاها. فاحنا كمان لازم نفكر هذا التفكير، لازم نفكر ان احنا ازاي هنلعب مع منتخبات شكلها ايه قريبه من المنتخبات اللي في الدور الاولاني، عشان نجتاز المرحله الاولانيه ديت وتبقى مرحله كبيره جدا بالنسبه لنا ودفعه قويه جدا بالنسبه لمنتخب مصر، وندي صوره تناسب منتخب مصر واسم مصر. وفي نفس الوقت كمان حسام لازم يستفيد كتير قوي 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 من اللي حصل في المباراه الاخيره بالتحديد. لازم يعرف كويس قوي ان المباراه لازم تتقسم على اتلات وعلى ارباع وعلى اوقات معينه، لان النهارده بيختلف اداء المدرب نفسه مع لاعيبته في اثناء المباراه، وده الكوتش العالي، وهو كوتش عالي وكوتش كبير. وان شاء الله باذن الله الفتره القادمه نلمس تغييرات كبيره جدا في استراتيجيه اللعب، وليس في اللاعبين فقط ولكن في الادوار بتاعه اللاعبين تختلف، لان مهم جدا في اثناء المباراه نفسها لازم يختلف اداء اللاعبين على حسب اداء الخصم وعلى حسب حاله التيم بتاعي. تعليقك يا كابتن؟ هو الكابتن اشرف يعني بيتكلم صح، انا بس كل تعليق كان حاجه واحده بس زي ما قلت لحضرتك، كل اللي قاله مظبوط وكل اللي قاله كان صح، عدا بس ان انا طولت اكتر من لازم لحد الدقيقه 70 ان انا ماشي على رتم واحد بس، ما غامرتش ان انا اشتغل بخلاف مغامره تريزيجيه اللي انا قلت لحضرتك وهو فكر ان هو ينقله، لكن انا كان وجهه نظري تغييرات غير كده خالص، لان برضو ماتش كوت ديفوار يختلف تماما عن ماتش السنغال، ومش بالضروره ان انا امشي بنفس الريتم، اتمنى هو يعدلها. ولكن كابتن اشرف قال كلمه مهمه عايزين نستفيد منها، اللي فات، ولكن عندي كل فرق اوروبيه معاها فرقه في افريقيا هتحاول تلعب معاكي، عشان من وجهه نظرها ان اداء نفس الفرق اللي معاها في المجموعه هتبقى قريبه من فرق مصر، فنستغل الموضوع ده ونعمل حاجه كويسه. اتمنى ان ما يكونش فيه هجوم برضو مره تاني، ده هيحصل من بعض الافراد على كابتن حسام حسن. صحيح. هو كان ماشي باستراتيجيه، الشوط الاولاني كان هايل، اتمنى ان كان الشوط الثاني كان يعمل، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نبص للي جاي، اتمنى ان هو ما يلعبش الماتش الثالث والرابع كماتش استسهالا، مش عارف مين اللي كسبان دلوقتي، لو قدروا يقولوا لنا حتى الساده المتابعين مع حضرتك يعرفوا ماتش نيجيريا والمغرب عامل ايه. في كلتا الحالات الفرقه هتلعبك هتبقى فرقه كبيره جدا، سواء المغرب ولا نيجيريا. نيجيريا فرقه كبيره جدا والمغرب فرقه كبيره عنده جدا. اغلى لاعب في البطوله اوسيمين. هو اعتقد المباراه بقى لها حوالي نص ساعه، لو ممكن حد بيقول لنا النتيجه ايه لغايه دلوقتي ما بين المغرب يعني ونيجيريا، يعني هنشوف. ولكن الحقيقه انا استمتعت جدا معاكم النهارده، كان يعني كنت اتمنى الحقيقه انه يعني يكون في مكسب لمنتخب مصر ونكون بسعاده الحقيقه، لكن زي ما حضرتك قلت ما يعني كل المباريات اللي فاتت احنا بنتكلم كويس جدا على المنتخب وعلى كابتن حسام حسن، فما فيش داعي ان احنا نيجي دلوقتي ونقطع فيهم، خلاص قدر الله وما شاء فعل.
كابتن عصام شرفتني ونورتني. ربنا يخليك، انا سعيد ان انا موجود مع حضرتك. بشكر حضرتك جدا. كابتن اشرف شرفتني ونورتني النهارده. اللقاء بشكرك معاك يا استاذ سماح بيبقى خاص وممتع بمنتهى الامانه. ربنا يعزك. بشكرك شكرا اشكرك جزيلا. اشكرك شرفتوني ونورتوني النهارده. اشكركم مشاهدينا، بشكركم على حسن متابعتكم لحلقتنا النهارده. انتظرونا السبت القادم ان شاء الله واصداء جديد وفريق عمل جديد.